عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم نونا الصباح. النهاردة بقى هنعمل تجهيزات من تجهيزة، هي تجهيزة واحدة. هنعمل طحينة بس موفرة واقتصادية وجميلة جدا. أنا عملت الطحينة يمكن مرة أو مرتين، بس كل مرة بطريقة جديدة. كل ما أعرف طريقة جديدة أو أكون مكونات وأعملها وأجربها بتطلع في منتهى الجمال. قلت إيه أعرضها على حبايبي اللي هم بيشاهدوني. خلاص إحنا هنخش على المقادير على طول. كوبايتين سمسم كبار، كوبايتين سمسم وكوباية سوداني، يبقى كوبايتين سمسم وكوباية سوداني، واتنين ونص دقيق. خلاص، كوبايتين ونص دقيق. اول حاجة هنعملها هنحط الدقيق، هنحط الدقيق في الصينية كده دول كوبايتين ونص، والزيت طبعا كوبايتين. الكوباية اللي نعاير بيها الدقيق نعاير بيها ايه بقية المقادير. هنحط الدقيق كده لما لونه يا دوبك يعني يتغير حاجة بسيطة جدا او يسخن قوي عشان ريحة الدقيق تروح. نحط بقية المكونات. خلاص احنا هنقعد نقلب فيه كده تقلبتين كده حلوين. الدقيق لحد ريحته مفتوح كده كده. نقلب في الدقيق ايه يبقى المكونات بتاعتنا: اتنين سمسم، كوباية سوداني، اتنين ونص دقيق، كوبايتين زيت. مش هنقول بقى، في ناس نسمع ان هم ايه بيعملوا الطحينه من غير زيت. ازاي من غير زيت؟ انا مش عارفه. بيعملوها بميه، مش ممكن تنفع بميه، مش ممكن. بيحطوا لها عيش، انا مش عارفه. فاحنا بنعمل الطريقه اللي هي التقليديه بتاعتنا اللي احنا بنعملها من سنوات طويله. بعد ما الدقيق لونه اتغير شويه، بصوا الدقيق عمل ازاي. بصوا خش كده، بسم الله ما شاء الله. بص لونه اتغير اهو، بقى ايه ذهبي حلو كده. خلاص هنحط اول حاجه ايه، هنحط السمسم. هنفتح فتحه كده ونحط السمسم. خلاص، هو السمسم طبعا متحمص، بنجيب السمسم متحمص، وفي بيعملوها بسمسم ابيض اللي يعجبك. هنحط السوداني طبعا حلو اهو، محمص برضك بس مش محمص قوي. هو يا دوبك يسخن تسخينه كده حلوه جامده مع الدقيق عشان تطلع منه الرطوبه. طبعا احنا بنعمل الطحينه ليه؟ عشان طبعا العيد داخل علينا، وبنعمل بابا غنوج جنب المشويات، نعمل جنب شويه سمين كده، شويه الحلويات بتاعت المذبح كده. نعملها الفشه والكبده والطحال والحاجات دي، نقطعها على بعضيها كده. وكل اللي انت يعني بتجيبيه وفي مقدرتك تجيبيه نعمله، ونعمل بقى الطحينه جنبيه دي. بسم الله ما شاء الله، طبق طحينه كده او بابا غنوج اللي يعجبك تبقى موجوده عندنا، بدل ما تروحي تشتري بقى. وشوفي الكيلو دلوقتي بكام، بسم الله ما شاء الله. خلاص احنا ايه نقعد نقلب فيها كده لما السمسم والسوداني يسخن مع الدقيق جامد قوي عشان يطلع منه ايه الرطوبه كده. يعني نقعد نقلب فيه بتاع دقيقتين 3 كده كده. يعني حاجه كده سهله. فانا قلت ايه النهارده اعملها. انا ما بعملش حاجه الا لما بعرضها عليكم ونشوفها سوا، لعل وعسى حد يستفيد منها. يا رب يكون في حد بيستفيد منها وبيدعي لنا يا رب. كده نقعد نقلب فيها بقى كده لما تسخن قوي. تبقى دي المرحله دي بقى بتاعت الدقيق والسمسم والسوداني هتخلص. دي اول مرحله اللي بنحمر فيها الدقيق، مش نحمره يعني، لا يا دوبك ياخد اللون الذهبي الفاتح الحلو ده، ونروح جالقين عليه السمسم والسوداني ونقلب فيه بقى بتاع دقيقتين 3 السوداني والسمسم مع الدقيق. وبعد كده نعمل ايه الخطوه الثانيه، نضربه بقى في المطحنه. نضرب المكونات دي كلها في المطحنه. والطريقه الثالثه بقى ولا تالت مرحلة نروح ايه ضربينه في الخلاط. نحط الزيت حبة حبة، وده والخليط ده نحط حبة حبة برضك، ونضرب في الخلاط ونخليها ناعمة وجميلة. ودي هي الطحينة بتاعتنا. خلاص انا كده خلصت تحمير، مش تحمير بقى معلش اعذروني،
تسخين السمسم والسوداني مع الدقيق. خلاص كده هنروح بقى ايه نطحن في المطحنه. دلوقتي بعد ما جبنا المكونات اللي احنا عملناها دي، الدقيق والسوداني والسمسم، الاول حطينا الدقيق وحمرناه كده، خليناه لما لونه يا دوبك بقى ذهبي حلو كمين كده، رحنا حاطين ايه، حاطين السوداني والايه والسمسم. قعدنا بتاع 10 دقايق كده، مش 10 دقايق يا ربي انا اسفه، دقيقتين 3. خلاص يا دوبك يسخن، لان السوداني بيبقى محمص والسمسم بيبقى محمص، يعني مش محتاج ان هو ايه يسخن قوي مع الدقيق، ياخد السخونيه بتاعت الدقيق الجامده دي عشان الرطوبه اللي فيه ايه تطلع بس. خلاص هنجيب بقى المطحنه كده، دي المرحله الثانيه. هنحط بقى كده كده كده، نروح ضاربين المطحنه كده، نقفل المطحنه كده. كان عندنا المطحنه حلوه، يلا نحط المطحنه كده، نروح ايه مشغلين. هنفضل بقى نضرب كده ضربه كويسه. طبعا انا مش عايزه ازعجكم بصوت الخلاط، انا هعمل مره كده او 2 وبعد كده اكمل الكميه. خلاص متفقين؟ خلاص هنفك. طبعا هي لسه هي ما اتطحنش حلو. هنفك كده المطحنه، نقلب بالمعلقه بقى كده عشان كله ايه يندمج مع بعضه، يبقى زي العجينه كده. خلاص طريقه سهله وحلوه، حاجه نعملها في البيت احسن وانضف واريح. يعني بتعملي كميه وقت ما بتعوزي تلاقيها في البيت، وقت ما بتعوزيها تلاقيها. خلاص احنا مش هنقول نوفر بقى، خلاص مفيش حد بيوفر دلوقتي حاجه، مفيش حاجه بتتوفر من الاسعار اللي احنا فيها دي. خلاص كده بصوا المكونات بقت عامله زي العجين ازاي. كلها المكونات اللي تبقى في المطحنه بنفس الشكل ده، يبقى كده عندنا الطحينه بقت ناعمه وجميله. خلاص كده الطحينه اتعملت، اتطحنت، المكونات دي اتطحنت بسم الله ما شاء الله اهي. بصوا بصوا عامله ازاي. خلاص هنكبها بقى هنا اهو كده اهو، وناخد حبه تاني نطحنهم. خلاص كده بصوا بقت عامله عجينه اهي. هناخد بقى شويه تاني كده ونطحنهم. انا هطحن دي قدامكم، وبعد كده ايه اطحن تاني بقيه الكميه عشان ما اطولش على حضراتكم بقى وتملوا مننا بقى وتروحوا قافلين الفيديو قبل ما يخلص. لا انا بحب نبقى خفاف كده. نقفل بقى المطحنه كده، المطحنه مولعه سخنه. خلاص كده نشغل بقى المطحنه. انا هطحن الكميه دي ونشوفها بعد ما تتطحن عشان ما اصدعش حضراتكم، عشان ما تزهقوش مننا. دلوقتي بصوا
بصوا اتطحنت حلوه جميله ازاي. بصوا طحينه اهي، طحينه ولسه ما ضربناهاش ولا حطينا عليها الزيت. بسم الله ما شاء الله. هنضرب ثواني كده. بس كده. انا اسفه طبعا للصداع اللي انا ثبته لكم ده. بصوا بسم الله ما شاء الله كده. بصوا الخليط عجينه اهو، عجينه. بصوا انا طبعا بقى هعمل بقيه الكميه عشان ما ازعجكمش واصدع دماغكم كده. خلاص هعمل بقيه الكميه اللي في الصينيه دي، هطحنها كلها ونشوف هنعمل ايه الخطوه الثالثه. خلاص بعد ما طحنا الكميه كلها بسم الله ما شاء الله، خلاص دي المرحله الثانيه، الطحن اللي في المطحنه طحناها بسم الله ما شاء الله. هنيجي بقى نحط الزيت. طبعا كوبايتين زيت اهو، هنحطهم شويه شويه كده. دلقنا الزيت خلاص. هناخد بقى شويه خليط من اللي احنا عملناه ده، السمسم والدقيق والسوداني، هنضربه في الخلاط كده. في اسهل من كده حاجه نبقى عارفينها وبنعملها من ايه ومكوناتها ايه. نشغل بقى الخلاط. بسم الله الرحمن الرحيم. هنحط الباقي، نحط شويه زيت تاني، بقيه الكوبايه الاولانيه. خلاص انت بقى عايزاها خفيفه عايزاها تقيله اللي يعجبك. انا كده حطيت كوبايه الزيت الاولانيه. هنيجي كده. طبعا احنا عرفنا المكونات: 2.5 دقيق، 2 سمسم، كوبايه سوداني. وشوفنا الطريقه، هي ما فيهاش طريقه ولا حاجه، والله حاجه سهله كده وجميله. خلاص هنحط بقى بقيه الخليط ده كده اهو كده. انا هحطه. حطيت بقيه الخليط بتاع السوداني والسمسم والدقيق. هنحط بقى نص كوبايه الزيت كده كده. احنا طبعا هنحط الاتنين كلهم، هي المكونات عايزه كوبايتين زيت. هنضرب بقى كده. نشوفها بقى شكلها عامل ازاي والسمك بتاعها عامل ازاي. بصوا بسم الله ما شاء الله. بصوا سمك الطحينه عامل ازاي. انا هحط بقيه الزيت، لان طبعا لسه سخنه، وكل ما تبرد كل ما ايه هتتقلب. خلاص انا هحط كده ونكمل طحن. طبعا هتطحن طحنه كويسه عشان تبقى ناعمه كده وجميله. نحط بقى بقيه كوبايه الزيت كده. خلاص هنضرب بقى بتاع دقيقتين كده. بسم الله الرحمن الرحيم. ودلوقتي بعد ما طحنا ضربنا الطحينه الكميه كلها بسم الله ما شاء الله. بصوا عامله ازاي. بصوا الطحينه عامله ازاي بسم الله ما شاء الله. هنجيب بقى البرطمانات اللي احنا هنحط فيها. خلاص احنا قلنا على المقادير. بصوا بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. نجيبه ندلق كده. بصوا نازله عامله ازاي. بصوا الطحينه بسم الله ما شاء الله، الله اكبر كده. خلاص هنيجي نملى ده كده. تدينا كمية طحينة والله وفرة حلوة جميلة. نجيب ده كمان. خلاص ننزل بقية الطحينة كده، ننزلها كلها. ودلوقتي بعد ما حطيناها في البرطمانات كده بسم الله ما شاء الله. بصوا ده برطمان طبعا كبير، ده كده كيلو
بتاع ده كيلو ونص، كيلو ونص وناقص منه بتاع ايه 100 جرام. خلاص ده كيلو ونص وناقص منه بتاع 100 جرام، وده اكتر من ربع كيلو، وده نص كيلو وشويه. شوفي احسبيها بقى كده، احسبيها كميه حلوه ووفيره. وبصوا بصوا الطحينه عامله ازاي، بصوا الطحينه عامله ازاي، بصوا. وكل ما تقعد طبعا وتبرد، هي دافيه طبعا، كل ما تقعد وتبرد بسم الله ما شاء الله هتتقل. هي حلوه المقادير اللي انا قلت عليها دي جميله، ونعملها بيها. يعني ده بتاع 2 كيلو طحينه، ده 2 كيلو طحينه، 2 الا 100 2 الا 150 حاجه زي كده. خلاص شوف بقى المكونات اللي احنا عملناها عملت كميه طحينه قد ايه. تعملوها وبالهنا والشفا، وان شاء الله طريقه حلوه وسهله وجميله. تعملوها وبالهنا والشفا، عشان نعمل بيها بقى كده سلطه الطحينه او بابا غنوج او اي حاجه جنب المشويات بقى. ان شاء ربنا للعيد الكبير، ربنا يعيده علينا وعلينا وعلى امه محمد يا رب بالخير واليوم والبركات. وان شاء الله لو في بيت فيه تعبان، حد تعبان ومريض، ربنا يشفيه يا رب، قولوا امين. ولو في حد عنده حد توفى، ربنا يرحمه ويغفر له يا رب، قولوا ربنا يرحمه ويغفر له ويرحم كل موتانا يا رب، وموتى المسلمين بحق جاه النبي يا رب، ويصبر كل واحد مبتلي على قد الابتلاء اللي هو فيه. ربنا يصبرهم يا رب بحق جاه النبي يا رب. خلاص نعملها وبالهنا والشفا. كانت معاكم نونو الصباحي.